السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ الحلقة بتاعت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن ايه يا حبايب قلبي؟ الحلقة دي موجهاها لكل شاب، لكل فتاة، إخواتي وحبايبي، بناتي، ولادي، زي ما تعتبروني. يا حبايب قلبي، الحلقة دي قبل ما ابتدي برضك أتكلم فيها عايزاكم تشيروها، لأنها من أهم الحلقات اللي عملتها. ندخل بقى في لب الموضوع. طبعا أنا عملت حلقات مشابهة لهذه الحلقة، بس استوقفني في هذه الأيام، قلت واجب عليا لازم أعمل حلقة لولادي وحبايبي عشان خايفة عليهم. بكلم طائفة اللي هي إعدادي، ثانوي، جامعة، وهكذا. ادخلي في لب الموضوع يا ماما، احنا برضك لغاية دلوقتي مش عارفين حضرتك عايزة تقولي ايه. بكلم ولادي يا حبايب قلبي، بقول لهم عقوق الوالدين. بمعنى أنا بتكلم على الولاد اللي هم لسه المرحلة اللي أنا قلتها لكم، اللي هم لسه متواجدين معانا في البيت. الحق نفسك، الحقي نفسك قبل فوات الأوان. انت دلوقتي او انت دلوقتي مش همك اي حاجة في الدنيا، مش همك غير نفسك. ممكن تخرج بميعاد او من غير ميعاد. تيجي مثلا امك تكلمك، ابوك يكلمك في بعض الاحيان والله يا ابني اتأخرت ليه. ممكن في بعض الاحيان بتكذب. في بعض الاحيان الشباب بقى اللي هي خلاص فاقد كل الحدود بتتجبر. ممكن تبص للأم كده أو للأب كده، معلش ما تزعلوش مني، ما تردش عليهم. تبص باحتقار، تبص تلاقي الأب كبر في السن، الأم كبرت في السن. طبعا دول ولادهم، مثلا تلاقي الأم مثلا الشاب مثلا عنده 17 18 سنة، الأم ممكن يبقى عندها 40، ممكن أكتر وأكتر وهكذا. نبص نلاقيك عمال تتجبر. هتقول لي يا ماما أمان هتتجبر إزاي؟ لأ، ده أنا عمري ما قلت كلمة مش كويسة في حقهم. في بعض الناس بتقول كلام مش كويس، في البعض الآخر ما بيتكلموش أساسا. بيجي من بره يدخل المطبخ مثلا يلاقي مامته عامله الاكله الفلانيه، يبص كده اف، ما يتكلمش، يكفي كفايه كلمه اف اللي انت مش عاجبك. تيجي الام مثلا تقول له تعالى يا حبيبي كل، تعالى مش عارف ايه، ما يردش عليها، ماسك الموبايل منهمك فيه. هو انت مفكر ان امك لما بتطبطب عليك بتلف وراك من هنا لهنا وانت ما بتديلهاش اي اهميه، وكنت جاي من بره مع اصحابك فرحان وسعيد؟ مجرد ما بتدخل البيت دي بنشوفها يا جماعه، مجرد ما بتدخل البيت تبص تلاقي ال11 كده مقفول على نفسك. حتى الابتسامه بتستخسر ان انت تبتسمها لامك، الابتسامه تستخسر تبتسمها في وش اخواتك، في وش ابوك. بنلاقي المصيبه الكبرى ان بعض الاباء يجي مثلا يكلم ابنه في اي حاجه، نبص نلاقي الولد تطاول بالكلام على ابوه رد مش لائق. نبص نلاقي في بعض الاحيان من كترة بقى الرد السيء بيبتدي الاب بيصون كرامته. بيصون كرامته ازاي يا حبايبي؟ بيصون كرامته ان هو يبتدى يبعد عن ابنه. طبعا ده غلط، مش صح، مش مع الموضوع ده. بيبتدي يبعد ليه؟ لانه مش عايز ابنه يطول لسانه عليه. زي ما بتقولوا كده بنشوف نظرة الخوف من ابنه ان هو يثور عليه. تبص تلاقي الاب خلاص الولد ده بقى مش كويس، الولد ده انا اتجنبه بدل
عفوا يا جماعه، بدل ما يطول لسانه او يعمل او بتفضل الام بقى عماله تهري وتنكد. بتهري وتنكد في ايه؟ عشان مصلحتك. بتهري وتنكد في ايه؟ عشان هي عايزاك تبقى احسن واحد. ما تفكروش ان الامهات والابهات الوالدين عايزين حاجه منكم. هم خلاص اتجوزوا وبقت لهم حياتهم هم ان شاء الله. يعني انا مره سمعت من شاب بيقول لمامته، بيقول لها ايه، هو بابايا والدي لما بيقول لي روح صلي هو عايز مني ايه؟ هو ما شاء الله بيصلي الوقت بوقته، وانت الحمد لله بتصلي الوقت بوقته. هو مش عايز مننا حاجه. هو عايز ان ممكن هو في المرحله اللي هو في سننا دي ما كانش بيصلي، ما كانش بيواظب على الصلاه، فبالتالي هو عايزنا نبقى حاجه كويسه. الاخطاء يا اولاد اللي الاباء وقعت فيها، اسمعوها مني انا، الاخطاء اللي الاباء وقعت فيها دايما تحذركم من حاجات كتير، مش عشان هي بتكرهكم، لا، عشان عايزاكم تمروا من الدنيا بسلام. ممكن انت والدك يكون تعليمه متوسط او ما تعلمش خالص، بيفضل يقول لك ذاكر. الام نفس الكلام، ممكن الام ما بتعرفش تقرا ولا تكتب ولا اي حاجه، بتيجي تقول لك ايه ذاكري. هل هي عايزه ايه؟ هي عايزه مصلحتك، لان هي كانت ظروفها مثلا لا تسمح، او كانت ما ذاكرتش او ما لناش دعوه بالظروف اللي فاتت دي، ما نبحثش فيها. انا بدور عليكي انت، بدور عليك انت. من هنا بقول لكم محدش هيحبك غير امك وابوك. سيبك من رفقاء السوء، سيبك من صاحبتك اللي بتطبطب عليكي وبتقول لك حلو الكلام. لا، اللي هتقول لك حلو الكلام امك، حتى لو هي مثلا بتزعق لك، حتى لو هي انت من وجهة نظرك ان هي بتهينك، لا، هي بدافع الحب. ليه يا ولاد؟ ليه يا ولاد كده هتدوروا على اللي انا بتكلم فيه ده؟ بعد كده هتقول الله يرحمك يا ماما امان، كنت في يوم من الايام سمعت لك حلقه بتقولي كذا وكذا وكذا. بس امتى؟ بعد فوات الايام. الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم من الايام دي. طاعه الوالدين، طاعه الام وطاعه الاب وحبكم لبعض. الام طبعا والاب بيبقوا عايزين كله، دي برضك نقطه هسيرها بعد كده في حلقات تانية. بتبقى الام عايزه الحب ما بين الاخوات وبعض. محدش هيحبك في الدنيا غير امك، محدش هيحبك في الدنيا. اترك رفقاء السوء، خليك في حالك. ياما 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 شفنا بنات كتير خصمت الام، ونيجي نبحث في الموضوع نلاقي صاحبتها شغاله في ودنا، لا ده مامتي بتطبطب عليا، لا ده مامتي بتعمل لي، لا ده مامتي بتبتدي بطريقه غير مباشره تحرضك على امك. نفس القصه الولاد، نفس القصه. ده ابويا عمل لي وعمل لي وعمل لي، ويبقى ابوه ما عملوش اي حاجه، بس هو بيحرضك على اهلك بطريقه غير مباشره عشان تبقى مش سعيد في بيتك. ممكن يكون ابوك مش بيبين الشعور ده، او امك ما بتبينش الشعور ده، بس هي ان هي بتحبك، بس هي اكيد ما فيش حد هيحبك اكتر من امك. فوقوا يا اولاد، فوقوا، انتوا في غفله، فوقوا من اللي انتوا فيه. روح ذاكر، روح شوف مذاكرتك. خلاص احنا بقينا على الابواب. الجماعه اللي هم في الجامعه، الجماعه اللي هم مش عارفه الاعداديه بتمتحن تقريبا الايام دي ولا، لان انا ما عنديش المرحله دي. فوقهم، وان شاء الله اتمنى ان انتوا تعملوا بالحاجه الجميله اللي انا قلتها لكم دي، وابتدوا اتصالحوا مع اهاليكم، ابتسموا في وش اهاليكم. اصحى من النوم كده، سلام عليكم يا ماما، صباح الخير يا حبيبتي، دلع امك دلع ابوك. ما تبقوش انتوا في وادي وهم في وادي. بكره بقى في القبر هتفتكروا الكلام ده وهتندموا وهتقول يا ريتنا، يا ريت اللي جرى مكان الام والاب هيروحوا. هتدور على حد يطبطب عليك، مش هتلاقي للاسف، وهتندم وهتبقى لوحدك في الحياه. واتمنى الفيديو بتاعي ده ينال اعجابكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله والمشاهدات ان شاء الله، عشان نرفع الفيديو يدخل فيه المقترحات بتاع اليوتيوب. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.